استهل المنتخب المغربي مشواره في منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس بالفوز على الأرجنتين بنتيجة 2-1. وكانت المباراة قد توقفت بسبب دخول مشجعين وأعمال شغب، والنتيجة تشير إلى التعادل، إلا أن الحكم ألغى الهدف الثاني للأرجنتين بعد حوالي ساعتين من نهاية المواجهة، وتقرر استكمال المباراة لمدة 3 دقائق على ملعب غوفروا غيشار في سانت إتيان وأمام 35 ألف متفرج. تقدم المغرب بثنائية لسفيان رحيمي، وقلصت الأرجنتين الفارق عبر جوليانو سيميوني نجل مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو، قبل أن يخطف كريستيان ميدينا هدف التعادل في الوقت بدل الضائع. ومباشرة بعد الهدف اقتحم حوالي 20 مشجعا الملعب احتجاجا على تمديد الوقت لأكثر من اللازم، كما ألقيت العبوات والكؤوس، مما اضطر الحكم السويدي جالين نايبرغ الذي احتسب 15 دقيقة وقتا بدلا عن الضائع إلى إيقافها ومطالبة اللاعبين بالعودة إلى غرف الملابس. واعتقد الجميع أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2 وأثير اللغط حول نهايتها من عدمها، قبل أن يشير موقع اللجنة الأولمبية الدولية إلى توقفها. وبعد نحو ساعتين استؤنف اللعب بعد مطالبة الجماهير بمغادرة الملعب، وقبل ذلك لجأ الحكم إلى حكم الفيديو المساعد للتأكد من شرعية الهدف من عدمها، فألغاه بسبب تسلل على المدافع برونو أموان بمتابعته كرة مرتدة من العارضة. وخاض المنتخبان 4 دقائق قبل أن يطلق الحكم الصافرة النهائية، معلنا فوزا ثمينا للمغرب.